السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل زي ما حضراتكم شايفين كده السمك المقلي بطريقتنا الحلوه الجميله والتتبيل باحسن تتبيله. وطبعا معانا الرز زي ما حضراتكم شايفين كده والسلطات بتاعته. بس هندخل على الفيديو، بس اللي صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ولو لسه اول مره تشوفي قناتي انزلي تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحطي لي لايك طبعا عشان الفيديو يترفع. وخليكم معايا ما تروحوش في اي حته. يلا بينا ندخل على الفيديو. ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن الاحوال. النهارده هنعمل طبعا السمك كده، السمك اللي هو البلطي كده. انا جايباه ومنضفاه اهوت زي الفل اهوت، وكنت نقعاه بميه بخل بليمون عشان ريحه الزفاره او اي بكتيريا او اي حاجه، لان احنا عارفين يا جماعه ان السمك ده بيبقى جاي في ميه زي ما حضراتكم عارفين كده. انا منضفاه كده زي الفل. هنخش بقى على الفيديو كده، بس قبل ما ندخل على الفيديو كده اتمنى منك ان انت تدعميني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحطي لي لايك كده عشان ايه يرفع الفيديو. وخليكم معايا ما تروحوش في اي حته. يلا بينا نكمل الفيديو. انا بقى عندي الحاجه اللي هتبل بها السمك. انا طبعا عندي السمك اهوت، وعندي طبعا توم مهروس. التوم ده اللي كنت عامله معاه اللي كنت عامله تفريز التوم يا جماعه كده. وعندي كزبره، كزبره مدقوقه، وعندي ليمونه، وعندي طبعا التوابل بتاعتي كزبره ناعمه. عندي طبعا كزبره ناعمه اهيت، وعندي توابل سمك، وعندي كمون، وعندي فلفل، وعندي بابريكا، وعندي ملح. طبعا احنا عارفين ان السمك بيحب التوابل وطبعا وبيعشق الكمون، لان الكمون ليه بيبقى مع السمك ليه ريحه نفاذه كده، بيبقى طعمه جميل. مع الليمون طبعا بيبقى بدي تست جامد قوي. وعندي طبعا الهريسه اهيت. انا كنت عملتها معاكم في فيديو قبل كده، هسيب لكم لينك الفيديو في الوصف. شايفين يا جماعه اهيت، بصوا تحفه. بتدي السمك كده حاجه كده مش عارفه اوصفها والله. انا بقى هجيب، وعندي طبعا الدقيق، والدقيق ده هحط عليه شويه كركم عشان يخلي السمك لونه اصفر كده وجميل. خليكم معايا ما تروحوش في اي حته. ولو وصلت في الفيديو لحد هنا اتمنى منك ان انت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعليق جميل كده يشجعنا يخلينا نستمر. وطبعا ما تنسوش اللايك. يلا بينا نبدا على الفيديو بقى. بالتوابل بتاعتي كلها نزلت بقى في الطبق كده، الفلفل والملح والكمون والبابريكا والكزبره المدقوقه والكزبره الناعمه. هقلبهم بقى تقليبه كده. انا مش بحب ان انا اعمل كله مع بعضه، لا انا بعمل كل حاجه لوحدها كده، وبعدين بقلبها وبسيبها تشرب مع بعضها في الاخر. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا تنزلي تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وطبعا التعليق واللايك. نزلت بقى بالثوم هنا. الثوم انا بهرسه يا جماعه، ما بحبش ان الثوم يبقى حبيبات كده في السمك بالذات. ونزلت بمعلقتين كبار هريسه كده، هتخلي السمك كده فيه حرقية بسيطة كده يعني.
زي ما حضراتكم شايفين كده بخلط الخليط كله. بيبقى كأنه انت دقاه في الهون او عاملاه كله خلطة مع بعضها. زي ما حضراتكم شايفين كده بحاول ان انا اخلي كل حاجة تندمج مع بعضها. والحاجات دي بتدي للسمك التتبيلة دي يا جماعة جميلة أوي، بتدي للسمك نكهة وطعم وريحة كمان. يعني مش هتحس بزفارة السمك، لأن احنا عارفين طبعا إن السمك بيبقى ليه بيبقى ليه ريحة مميزة كده ونكهة مميزة كده. لا، انت مش هتحس بريحة السمك خالص، وهتحس بطعم اللحم بتاع السمك ذات نفسه، هيبقى شارب من التتبيلة، هيبقى طعمه جميل قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا عايزة تنزلي بزيت برضو، ممكن تنزلي بمعلقتين زيت. انا هنا نزلت بعصرة ليمونة برضو عشان تدي كمان نكهة بتاعت الليمون كده، بتبقى نكهة جميلة قوي. عندك خل حطي برضو، بيبقى جميل قوي الخل برضو، بيضيع اي روايح برضو، بيبقى جميل قوي مع الخلطة دي. التتبيلة دي يا جماعة بتبقى، بصي لو عايزة تعمليها وتسيبيها في برطمان في التلاجة ممكن جدا. انا كده خلاص، انا خلاص التتبيلة بتاعتي خلاص كده جاهزة اهي. هجيب بقى حاجة كده عشان اتبل عليها السمك اهيت. هجيب كده احط فيه في قلبه من جوه كده اهوت، وادخله بقى في الفتحات اللي انا عاملاها ديت عشان ياخد من التتبيله بتاعته. عايزه تعمليه على طول ماشي اوكي، مش عايزه تعمليه وقت يعني، ممكن تسيبيه في التتبيله ديت نص ساعه ساعه زي ما انت حب كده. بدعك القلب بتاعه، القلب بتاعه ابيض زي الفل اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. واحط في الفتحات دي كده اهوت. طبعا الهريسه يا جماعه حراقه، وانا ايديا فيها جرح كده من السكينه، مولع نار. بس بقى هستعمل بقى ده دقيقه او دقيقتين واغسل ايديا على طول كده. بدخل التتبيله في قلب السمك كده عشان تاخد من زي حضراتكم شايفين كده اهو كده. مع شويه رز بقى مع سلطه مع كده. انا عامله رز بشعريه وحاطه على الرز يعني معلقه كاري ومعلقه بابريكا كده عشان يخلي لونه حلو كده، عشان ما رضيتش اعمل رز الصياديه عشان الصراحه اولادنا ما بيحبوش الرز ده قوي. انا خلاص خلصت ده كده، هسيبه بقى يتبل بتاع ساعه نص ساعه زي ما تحبي. وهرجع لكم تاني لما نيجي نقلي. خليكم معايا ما تروحوش في اي حته، ولو لسه ما اشتركتش في القناه تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعليق كده يشجعني يخلينا نستمر، وما تنسوش اللايك. انا هنا الرز بتاعي بقى كان استوى اهوت زي ما حضراتكم شايفين، لونه جميل جدا يا جماعه اهوت، ومفلفل اهوت ومش معجن ولا اي حاجه وزي الفل اهوت.
هسيب بقى الرز، هو استوى خلاص كده، هطفي عليه النار وهروح اعمل التتبيله بتاعت الكفر الخارجي اللي بتاع السمك. وتعالوا معايا هناك يلا. انا طبعا خلاص الزيت اهوت حطيته يسخن. هنزل بقى بالسمك كده، طبعا منفضاه اهوت كده زي ما حضراتكم شايفين كده. السمكه ما شاء الله يعني يا دوبك واخده الطاسه يا دوبك. طبعا مش هخلي النار عاليه قوي عشان السمكه ما شاء الله كبيره عشان تستوي من جوه. احاول ان انا اخليها في المكان اللي النار عليه كده عشان تستوي كده زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. شايفين بقى الكاري او الكركم اللي انت بتحطيه بيخلي اللون الحاجه ذهبي كده حلو، يخليها جميل. خليكم بس تصبروا معايا شويه كده وهتشوفوا اما اقلبها اللون بتاعها هيبقى عامل ازاي. انا طبعا لقيت المنطقه ديت في الصلصه ما فيهاش يعني حاجه، قلت اما هحط واحده صغيره كده تستوي مع الثانيه. هقلبها بقى اليمه الثانيه ديت. يا جماعه اللون بتاعها جميل ازاي، والاضاءه والله ظلمها كمان. انا بحاول انا عايزه النار هاديه مش عايزاها شديده عشان السمكه تستوي من جوه وما تبقاش نيه من جوه. شايفين يا جماعه السمكه. هقلب الثانيه بقى الصغيره دي، هتلاقيه هي صغيره كده هتستوي بسرعه اهي. انا بس هضغط على السمكه كده بحيث ان لو فيها سوائل او كده تنزل في الزيت وتنشف زي ما حضرتك شايفين كده اهي. هفضل بقى اعمل لها كده لحد ما اخرجها من الزيت. شايفين لون السمك يا جماعه. وانا بقى التتبيله اللي كانت فاضله مني وانا بفضل السمك اهي زودتها شويه عصير ليمون على معلقه خل، وهطلع السمك من هنا وهسقيه التتبيله دي هيدي تيست جامد قوي. انا خلاص السمكه دي استوت اهي زي ما حضرتك شايفين اهي، ودي كمان استوت. احمرها شويه كده. نزلت بواحده كمان اهي. هخلص بقى بقيه الكميه قل وهوريكم. خلاص خلصت عليه السمك. هجيب بقى الباقي بتاع التتبيله كده وهنزل على السمك كده وهو سخن. بيشرب بقى من التتبيله ديت واللحم بتاع السمك بيبقى جميل. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسيش تعملي لي لايك وتعملي لي طبعا اشتراك وتفعلي زر الجرس على الطول عشان يوصلك كل جديد مننا. وزي ما حضراتكم شايفين كده، وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. هجيب بقى الرز عشان اقدمه. خلاص خلصت عليه السمك. هجيب بقى الباقي بتاع التتبيله كده
وهنزل على السمك كده وهو سخن. بيشرب بقى من التتبيله ديت، واللحم بتاع السمك بيبقى جميل. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسيش تعملي لي لايك، وتعملي لي طبعا اشتراك، وتفعلي زر الجرس على الطول عشان يوصلك كل جديد مننا. وزي ما حضراتكم شايفين كده، وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. هجيب بقى الرز عشان اقدمه.